السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فراخ مشوية بطريقة سهلة وبسيطة وبصراحة في منتهى الجمال. انا معايا فراخ دي وراك متقطعة كده، كل ورك اتنين او زي ما انت حابة، حابة الربع بحاله زي ما انت حابة، دي حاجة ترجع لك انت. معايا طماطم على حسب كمية الفراخ اللي انت هتعمليها. معايا دولت يعني 3 حبات من البصل، ومعايا فلفل، قرنين فلفل اخضر وقرن فلفل احمر ولو في اصفر حطي، و3 حبات من الطماطم، ومعايا ليمونه كده انا شلت البذر منها، ومعايا برضو كام فص من الثوم، ومعايا كزبره ناشفه وبهارات فراخ مشويه، ومعايا فلفل اسمر وقرفه وجنزبيل وشويه كده من الكمون. البهارات المتواجدة عندك وحابة تضيفيها ضيفيها. بضيف بقى الخلطة بتاعتي دي كلها في الخلاط، لأن هنعمل الفراخ المشوية بالصوص الأحمر بطريقة بصراحة طعمها في منتهى الجمال. هي طريقة ممكن ما تكونش جديدة قوي، بس في ناس مش عارفاها. انا هسيب الليمون مش هحطه دلوقتي خالص، هنزل بالطماطم الاول والبصل. يعني عايزه اقول لك لو عندك كبه وهتعملي يعني التركيبه دي كلها في الكبه، يستحسن تعملها في الخلاط. الخلاط بيعصر حلو عن الكبه، الكبه بتفرم ناعم لكن الخلاط بيعصرها. احنا عايزين كل عصارة الخضار علشان الفراخ تتبل كده وتشربها حلو. وحطيت برضو معلقتين من الخل، ومعلقة كده هحط معلقة من الشطة كمان، لأن الفلفل بتاعي ده بارد، ما هوش فلفل حامي مش حراق يعني. وهخلط كله ده كله كده في الخلاط بدون مية طبعا. احنا عايزينه كده مع نفسه مع الخلاط كده. يعني لو حسيت بقى ان الخلاط بتاعك ممكن يتأنتج كده وما ما يخلطش الحاجة حلو، ممكن تضيفي يعني ايه نص كوباية شاي كده من المية. انا بصراحه بحاول دايما بعملها على طول، وبحاول كده مع الخلاط. ادام انت حاطه الطماطم الاول بتتفرم يعني واحده واحده كده، بتلاقي الحاجه ايه، الخلطه بتاعتك اتفرمت معاكي. بنزل بقى لما بخلطها كده زي ما انتم شايفين للاخر، بنزل بالبهارات بتاعتي في الاخر، ومعاها الليمونه وشويه من الملح. الليمونه بقى ما بحطهاش في الاول ليه؟ دي معلقة من السكر علشان ما تمررش. كتر خلط الليمون بقشره في الخلاط بيمرر معايا. انا بس عايزاها خلطة واحدة بس كده مش اكتر، يعني تكون ايه قطعت لي بس الليمونة مش اكتر بس. وهنزل بقى زي ما انتم شايفين بالخلطة الحلوة دي على الفراخ بتاعتي، سواء كانت فرخة سليمة زي ما قلت لك او اربع، او الفرخة على 8 قطع. دي حاجة ترجع لك انت. بتدوقي طبعا الخلطة بتاعتك كده. بصراحة انا دقتها لقيتها عايزة كده يعني هي حاجة بسيطة من الملح، علشان الخلطة ممكن تكون مظبوطة والفراخ وكل حاجة حلوة، بس لو طلعت عدبة شوية ممكن ما تظبطش الطبخة معاكي، وتبقى الطبخة مش احسن حاجة، يعني طعمها مش حلو قوي بسبب حاجة بسيطة خالص من الملح. بقلبها كده زي ما انتم شايفين. واسيبها بقى ساعتين 3، ضحوية عصرية. وفي الشتاء ده ممكن تسيبيها من بالليل للصبح. بنغّز بقى الفراخ بتاعتي زي ما أنتم شايفينها كده، سواء كانت صدور أو وراك. بتساعد يعني ما حد بقى يقول لِك ده بتبقى في الفراخ، هي في الفراخ والوراك، لإنها بتساعد إن الفرخة الأنسجة بتاعتها الخلطة دي تتعمق فيها كده وتبقى طعمها حلو. حابة بقى تمسكي حتة كده حتة وتدخّلي بقى بين الجلد براحتك. هي عامةً كلها بتتعمق مع بعضها كده وبتشرب من بعضها. بس ما ينفعش إن أنا أعملها كده وأقوم رايحة مسوياها على طول وأقول إيه ده المفروض تطلع طعمها حلو أوي. هي بتطلع حلوة بس مش أحسن حاجة. يعني كل أمّا تغيب في الخلطة بتاعتها على الأقل خالص ساعة، ده على الأقل، بس هو المفروض 3، 4 ساعات كده بتدّيكِ طعم حلو أوي. أنا بقى بعد ساعتين 3 كده أنا قُمت الصبح عملتها وصوّرتها كده وركنتها هناك بعد الضهر، بعد ما صلّيت الضهر كمان. قُلت بقى خلاص بقى علشان تطيب كده وتبقى سخنة وحلوة ونقدّمها سخنة قبل الطياب كده بساعة ونُص والّا حاجة. هاحطها. مسحت الصينية بتاعتي مسحة من الزيت. أنتِ حابة تستغني عن مسحة الزيت ديّة براحتك، أنا باحب أمسحها مسحة من الزيت كده، وهانزل بالخلطة بتاعتي يعني نُصّها أو شوية من الخلطة كده تحت قطع الفراخ بتاعتي. زي ما أنتم شايفين كده، بارُصّها بقى الرصّة اللي تحبيها تنزلي بيها كده. عايزة أقول لِك على نصيحة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. أي فراخ مشوية في الفرن، أي فراخ، أيًا كانت الخلطة والّا التركيبة والّا الوصفة أو حتى صينية بطاطس، ادّيها غلوة الأول على البوتاجاز بتاعِك. ادّيها الأول غلوة كده، وممكن يعني لو معاكِ وقت ادّيها مثلًا
نص ساعة ربع ساعة على البوتاجاز. هي عامة ما بتاخدش طياب حاجة، يعني هي ممكن نص ساعة تكون استوت على البوتاجاز، بس احنا عايزين الطعم يكون احلى بكتير، لازم تديها الاول قيمة 10 ربع ساعة كده على البوتاجاز، بتدي طعم في منتهى الجمال. وبعد كده تدخليها الفرن حاجة تانية خالص. وخصوصا بقى لو عملت التركية اللي انا هقولك عليها دي، هي ما بتبانش في التصوير، بس انا لما بكون واقفة في المطبخ بعمل حركات كده، انا يعني ساعات بنسى ان انا بصور واقوم عاملة التركية في الوصف او الحاجة. انا بحط اللي انا رصيتها زي ما انتم شايفين كده، بس انا لما جيت على البوتاجاز وغلت معايا غلوة، قمت قلبة كل قطعة من الفراخ قلبتها كده مرة واتنين، يعني علشان اللي فوق يتعمق من الصوص بتاع الوصفة بتاعتك، ويخش كده وتتغلغل وتبقى طعمها حلو. فاهمين قصدي انا اقصد ايه؟ يعني تقلي بتحطها على الجنبين كده على البوتاجاز، ما تدخلهاش الفرن على طول، الا اذا بقى كان معاكي وقت طويل بقى وبراحتك. بس صدقيني لما بتديها غلوة على البوتاجاز، شايفين انا بقلب اهو، انا كنت على فكرة قلبتها، يعني انا كنت قلبت الفراخ كلها مره ورجعت قلبتها قدامكم زي ما انتم شايفين كده كمان. بس رجعت ايه، رجعت طبعا في المره الاخيره اللي هتخش فيها الفرن، برجعها تاني بقى على وشها كده علشان تتحمر كده وتاخد طبقه مقرمشه من على الوش وتبقى شكلها حلو. هي خلاص كده بقى اخدت معايا كام غلوه كده، بشيل بقى ادم هدخلها الفرن، بقوم شايله من الصوص بتاعها واحط كده على وش الفراخ، ده بيديها لون في منتهى الجمال. ودخلها بقى الفرن، ويكون الفرن بقى متولع من فوق ومن تحت. طب انت ما عندكش فرن او ما فيش غاز مثلا، ما فيش فرن غاز، هتعمليها في فرن البوتاجاز، هتسويها خالص على البوتاجاز من فوق، وتقومي حطها في الفرن وتولعي عليها الشوايه، هتديكي اللون الحلو ده برضو. يعني كده شغاله وكده شغاله. بعد بقى كده ايه ما بتطلع من الفرن، طبعا بتقدميها بقى مع شويه مكرونه، مع رقاق، مع شويه رز بشعريه، إيه اللي انت حابه تاكليه. يعني انا عندي ايش اكلها بالمكرونه، وايش اكلها برقاق بصراحه، لان كان عندي رقاق في الفريزر، وطلعت من الفريزر رجاج وحطيت لهم، اللي كل كده كال واللي كل كده كال بصراحة. ومع رشة بقى كده من الخضرة تحت منها بتدي وهي سخنة، يعني الخضرة دي وهي سخنة بتديها ريحة حلوة قوي قوي قوي، ورشة كده على وشها كمان. يعني بصراحة الطريقة ديت خصوصا كمان لو انت عندك فراخ مثلا لها فترة في الفريزر، بتديها طعم حلو. بتزود كده من طعمها، وتحس ان انت بتاكلي فراخ صبحة، مش لها فترة في الفريزر بقالها شهر ولا حاجة في الفريزر. بتقدميها بقى في اي عزومة عندك او اي مناسبة عندك بالطريقة ديت، او على الوش المكرونة كده. ده والصوص بتاعها ده كمان بيتاكل مع رز زي ما قلت لك، ممكن تقدميه مع رز بشعرية مع مكرونة زي ما تحبي. ده كان فيديو النهاردة، يا رب كده تكونوا استفدتم واتبسطتم وتسليتم، وقدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.